الرحمن الرحيم. النهارده المفروض ان شاء الله هنبدأ في الفيجوال بيسك. طبعا علشان ندخل في الفيجوال بيسك لازم في كذا حاجة نفهمها. اول حاجة المفروض نعرفها ايه هي الفيجوال بيسك. اول حاجة المفروض نعرفها ما هي الفيجوال بيسك. تاني نقطة ما هي ادوات البرمجة. تالت نقطة الادوات الاساسية في الفيجوال بيسك. تمام. نمسك اول حاجة ما هي الفيجوال بيسك. الفيجوال بيسك عبارة عن ايه؟ الفيجوال بيسك عبارة عن مجموعة من الادوات التي تستخدم في تصنيع البرامج، مع مراعاة انها تقبل ادوات خارجية يطلق عليها مكتبات DLL وتقنيات ActiveX. بالمناسبة DLL دي اختصار كلمة Dynamic Linking Library اللي هي مكتبات الربط الديناميكي، ودي هنتناقش فيها بعد كده، مش عايز اخش في تفاصيلها دلوقتي. بس لغاية هنا كده في حاجة عايزك تفهمها. عايزك تعرف حاجة، ان الفيجوال بيزك دي عبارة عن باكج، شنطة فيها عدة، يعني زي بالظبط تخيل كده واحد متخصص في نجار مثلا. الادوات اللي هو بيستخدمها في تصنيع النجارة بتاعته او الاساسات بتاعته عبارة عن ايه؟ بتلاقي فيه شاكوش، فيه مفك، فيه منشار، فيه شنيور. الادوات اللي بتستخدم دي على بعضها الفيجوال بيسك عاملة زي كده، برضو فيها شوية ادوات بتستخدم في تصنيع اي بروجكت او اي برنامج احنا عايزينه. تمام. مش كده وبس، لا ده بتقبل كمان ان انا اجيب ادوات خارجية. يعني ايه؟ يعني الفيجوال بيسك دي اللي صنعها شركة مايكروسوفت جايبه لك مجموعة من التولز، بتقول لك التولز دي ممكن تستعملها في تصنيع اي برنامج. تمام. انت بقى من ضمن الحاجات اللي موجودة في الفيجوال بيسك انها بتقبل ادوات خارجية تانية، يعني ادوات مبرمجين تانيين هم اللي عاملينها او شركات اخرى هي اللي عاملاها. ولذلك انت ان شاء الله لما تدخل معايا باذن الله في الجزء بتاع الاكتيف اكس، تمام، او تصنيع الاكتيف اكس، انت نفسك هتصنع لنفسك ادوات تحطها من ضمن الباكج دي. علشان كده يطلق على الفيجوال بيزك انها بيقول لك ايه، ولذلك فهي تعتبر مرنة مع المبرمجين اثناء استخدام تلك الادوات. يعني وانا بستعمل الفيجوال بيسك دي نظرا لان ممكن اجيب تولز تانية عجبتني. يعني انا ممكن ادخل على الانترنت دلوقتي في اماكن معينه، وهعلمكم تجيبوها ازاي الحاجات دي ان شاء الله. هدخل على الانترنت لقيت في تولز خارجيه بتتباع، شركات تانية بتباع. التولز دي ما هيش لغه، دي ادوات بس لوحدها سيبريت كده. فانا ممكن اجيب الادوات دي واحطها من ضمن الباكج بتاعت مين؟ الفيجوال بيسك. تمام. انا ممكن اصنع ادوات تانية انا اصنعها بايدي واحطها من ضمن الباكج بتاع الفيجوال بيسك. تمام. طيب، كما يمكنك اثناء التعامل معها ان تقوم انت بتصنيع ادوات جديده زي ما انا قلت لك بالظبط. وخلي بالك تصنيع الادوات الجديده دي هي دي اللي يطلق عليها كلمه ايه؟ اكتيف اكس. يبقى خلي بالك الادوات الجديده اللي انت ممكن تصنعها دي بيطلقوا عليها كلمه ايه؟ اكتيف اكس. وهذا ينطبق على العديد من اللغات وليس الفيجوال بيسك فقط. يعني الكلام ده اللي انا بقوله ده مش شرط الفيجوال بيسك بالتحديد اللي يكون فيها امكانية تصنيع ادوات تانية، لا، لغات البرمجة كلها كده. لغات البرمجة كلها عبارة عن باكج او شنطة فيها مجموعة ايه؟ تولز بتستخدم في تصنيع ايه؟ البرامج. طيب، النقطة الاهم بقى من اهم مميزات برضو الفيجوال بيسك، تمام، انه يمكنك التعامل مع جميع انواع قواعد البيانات مثل Oracle, SQL 2000 Server, Access، برامج تانية. يعني انت من الفيجوال بيسك تقدر تتعامل مع اي نوع من انواع برامج قواعد البيانات زي Oracle، زي SQL Server، زي Access، زي Fox Pro، زي Fox Base، زي Clipper، زي Sybase. في برامج كتير جدا متخصصة في الداتابيس او قواعد البيانات. وطبعا الجزئية دي يمكن لسه ستيل مش واضحة قوي بالنسبة لك، بس انا هوضحها لك بعد كده لما ندخل في الجزء ده، لان احنا ان شاء الله باذن الله من ضمن شغلنا اننا هنعمل بروجكتس
بتشتغل على اوراكل، بروجكتس بتشتغل على اس كيو ال 2000 سيرفر، بروجكتس بتشتغل على اكسس. تمام. وهعلمك كمان باذن الله بعدها ازاي تقدر تدخل على اي داتابيس بصفه عامه. تمام. طيب كده انت فهمت ايه هي الفيجوال بيسك. يبقى خلاصه اللي اتقال ان الفيجوال بيسك عباره عن مجموعه من الادوات شركه مايكروسوفت عاملاها. تمام. الباكج دي بيها اقدر اصنع اي برودكت انا عايزه او اصنع اي برنامج انا عايزه. اما بالنسبه لكلمه اكتيف اكس او تقنيات الاكتيف اكس اللي هي موجوده فيها، ان هي بتقبل برامج تانية ممكن يكون، او بتقبل ادوات تانية ممكن اللي يكون قام بتصنيعها مش شرط مايكروسوفت، لا ممكن اي شركة او اي بروجرامر. وانت باذن الله معايا من ضمن المحاضرات اللي هناخدها هعلمك ازاي انت تقوم بتصنيع الاكتيف اكس. ندخل على الفقرة التانية، ما هي ادوات البرمجة؟ ما هي ادوات البرمجة؟ احنا فهمنا في اللي فات يعني ايه فيجوال بيسك، برضو يعني ايه ادوات عايزين نعرفها. بص، ادوات البرمجة شوف قايل لك خلاصتها ايه. ادوات البرمجة هي مجموعة من البرامج الجاهزة، يعني ناس عاملاها، مايكروسوفت عاملاها او شركات تانية عاملاها، المصنوعة خصيصا للمبرمجين لكي تستخدم في التصنيع كما في الشكل التالي. يعني حاجة زي الكالكوليتور اللي قدامك دي. الكالكوليتور اللي قدامك ده لو ركزت فيه كويس، انت فاكره الكالكوليتور اللي هو بتاع الويندوز اللي هو ده. تمام. الكالكوليتور اللي قدامك ده اللي هو بتاع الويندوز ده، تلاحظ حاجة لما اجي اكتب مثلا 3 زائد 3 يساوي، قال لي ايه؟ 6. آلة حاسبة عادية. الآلة الحاسبة اللي هي بتاعت الويندوز اللي قدامك دي، تعال نشوف هي مصنوعة ازاي. الآلة الحاسبة دي عبارة عن اوبجكت يطلق عليه كلمة فورم. تمام. يعني الآلة الحاسبة اللي قدامك دي عبارة عن برنامج علشان اتصنع من 4 ادوات. خلي بالك من قايل لك من شوية ان الفيجوال بيسك عبارة عن مجموعة ايه؟ ادوات. الكالكوليتور اللي هو كبرنامج اللي بيبقى جاي مع الويندوز ده مصنوع من كذا اداة، 4. اول اداة اسمها المنيو اديتور، واداة المنيو اديتور دي عملوا بيها ايه؟ عملوا بيها القوائم اللي هي قائمة اديت وقائمة فيو وقائمة هيلب. تعال لما اجيبها لك تاني كده، بص معايا تلاحظ حاجة. قائمة اديت بتتفتح اهي اللي فيها كوبي وكده، في قائمة تانية اسمها فيو، في قائمة تانية اسمها هيلب. علشان تقدر انت تصنع القائمة دي او القوائم دي في البرنامج بتاعك، عشان تقدر انت تصنع القوائم دي في البرنامج بتاعك لازم تستخدم الاداة اللي اسمها ايه؟ منيو اديتور. الاداة التانية برضو ودي من اهم الادوات ويمكن دي الوحيدة اللي لازم تكون موجودة في البرنامج، الاداة اللي اسمها الفورم اوبجكت. الاداة بتاعت الفورم. ايه هو الفورم؟ بص، انت شايف القوائم دي وشايف المفاتيح دي، كل ده محطوط على ايه؟ محطوط على فورم. يعني الارضية اللي شايلة الارضية او اللوحة او الشاشة او الويندو اللي شايل الاوبجكتس اللي قدامك دي، اوبجكتس اللي هي المفاتيح اللي هي الاوبجكت ده اللي هي القوائم اللي وريتها لك، كل الوعاء اللي شايل كل ده يطلق عليه كلمة ايه؟ فورم. يبقى انا عندي فيه الاداة الاساسية اسمها فورم، في عندي اداة تانية اسمها منيو اديتور. تمام. وقلنا دي اللي بتصنع القوائم. في عندي اداة تالتة يطلق عليها التكست بوكس اللي هو صندوق النص. طب ايه لازمته ده؟ بص معايا تاني، تلاحظ لما بكتب مثلا 10 او 100، ال100 دي اتكتبت فين؟ اتكتبت جوه التكست بوكس اللي قدامك دي. يبقى الاداة اللي اسمها التكست بوكس دي لو مش موجودة مش هقدر اخلي اي نصوص تظهر. متخيلينها؟ يبقى انا دلوقتي علشان اظهر التكستات دي او المستخدم يقدر يكتب البيانات اللي عايزها عن طريق اداة اسمها التكست بوكس، عشان المستخدم يضغط على المفتاح. ايه المفتاح ده؟ بص معايا تاني، بص لما بضغط على 4 ايه اللي هيحصل؟ بتلاحظ انها بتدخل لجوه. بضغط على 5، اللي بيتضغط عليه ده اوبجكت اسمه كوماند باتون. اوبجكت اسمه كوماند باتون. تمام. او بمعنى اصح اداة اسمها كوماند باتون. يبقى الكالكوليتور اللي قدامنا دي
عبارة عن فورم ومحطوط عليه تكست بوكس ومحطوط عليه مجموعة قوائم اتنشأت بالأداة اللي اسمها منيو اديتور، تمام، ومحطوط عليه مجموعة مفاتيح، ودي المفاتيح دي كلها كل واحد منهم يطلق عليه كلمة ايه؟ كوماند باتون. يبقى انا استخدمت من الفيجوال بيسك عشان اصنع الكالكوليتور دي، طبعا مش انا صانع دي اللي جايه مع الويندوز، علشان يصنعوا هم الكالكوليتور دي استخدموا من الفيجوال بيسك كام اوبجكت؟ 4، المنيو اديتور، الفورم، التكست بوكس، الكوماند باتون، تمام. ولذلك انا اقدر اقول ان الاربع ادوات دي تعتبر جزء من التولز او الادوات اللي جايه مع ايه؟ الفيجوال بيسك، تمام. يبقى احنا كده فهمنا ايه المقصود بادوات البرمجه. تعالى بقى ندخل على الادوات الاساسيه في فيجوال بيسك. يعني انا وريت لك من شويه بعض الادوات اللي تم تصنيع بيها الكالكوليتور، عايزين بقى نشوف ايه الادوات الاساسيه اللي انا هستعملها في الفيجوال بيسك. اول حاجه عندي، انت لما بتشغل فيجوال بيسك اساسا بتجيلك الشاشه دي. اول ما بشغل فيجوال بيسك بتجيلي الشاشه دي، تمام. الاوبجكت الرئيسي او العنصر الرئيسي او الاداه الرئيسيه عندي اللي هي الفورم. الاداه الرئيسيه عندي اللي هي الفورم، تمام. ولذلك الفورم ده اللي قدامك ده زي ما قلت لك ده اللي بيتحط عليه التولز كلها. يعني انت خلي بالك لو انت ما معكش الفورم ده مش هتعرف تستخدم ولا التكست بوكس ولا الكوماند باتون ولا المنيو اديتور اللي وريتهم لك من شويه. اذا اول اداه او اول اوبجكت عايزين نعرفه اللي اسمه الفورم، وهنعرف ده بتاع ايه بعد شويه، تمام. بس انا بوضح لك بصفه عامه الادوات الاساسيه. تاني حاجة هتستخدم في البروجكتس بتاعتي او تاني اداة هستعملها في الفيجوال بيسك اللي يطلق عليها كلمة بروجكت اكسبلورر. بروجكت اكسبلورر، خلي بالك المربع الاحمر اللي قدامك ده كله على بعضه هو البروجكت اكسبلورر، تمام. الاداة اللي بعد كده اللي انا هستعملها حاجة اسمها بروبرتي ويندو او شاشة الخصائص، تمام. ايه شاشة الخصائص دي برضو بتستخدم او من ضمن الادوات اللي انا هستعملها في الفيجوال بيسك، وبعد شوية هعرفك دي بتعمل ايه، تمام. الاوبجكت اللي بعد كده او الاداة اللي بعد كده ودي اللي يطلق عليها كلمة التول بوكس. والتول بوكس ده عبارة عن مجموعة ادوات لوحده. يعني التول بوكس ده لوحده فيه كمية ادوات. يمكن من ضمن الادوات برضو اللي كانت موجودة في التول بوكس اللي هي التكست بوكس او صندوق النص اللي وريته لك من شويه، الكوماند باتون اللي انا وريته لك برضه من شويه، تمام. المنيو اديتور اهي اللي احنا بنصنع بيها القوائم، متخيلينها؟ يعني انت اللي قدامك اللي ظاهر قدامك في الفيو ده كله نقدر نقول عليه مجموعه الادوات اللي قدامك في الفيو ده كله هو ده اللي يطلق عليه كلمه ايه؟ فيجوال بيسك. نمسك بقى اول اوبجكت اللي هو مين؟ الفورم. الفورم ده ايه هو الفورم؟ احنا قلنا ان الفورم ده هو ده اللي بيتحط عليه الادوات بتاعتي كلها علشان يبقى في الاخر برنامج. طيب الفورم ده تعال نشوف كده الكالكوليتور، تعال نقارن كده بينها. بص هنا فورم 1، تمام، وهنا مكتوب ايه؟ كالكوليتور. خلي بالك هو الاوبجكت، بس هنا الاوبجكت ده معلوش ادوات، هنا الكالكوليتور او الفورمه دي بعد ما اتحط عليها الادوات. تعال بص على حاجه تانية، برنامج زي الرسام. لو ركزت في برنامج الرسام هتلاقي ان هو اساسا برضو عباره عن فورمه، وبالمنيو اديتور عمل القوائم دي، تمام، وبالكوماند باتونز او المفتاح حطوا التولز بتاعت الرسام، وفي الاخر اصبحت الفورمه بعد ما كانت فاضيه اصبحت برنامج الرسام، تمام. طيب التول بوكس احنا كده فهمنا الفورم. تعال بقى نشوف اهمية مين التول بوكس. التول بوكس ده عليه مجموعة ادوات زي ما انت شايف، اداة اسمها ليبل، اداة اسمها تكست بوكس، اداة اسمها فريم، اداة اسمها كوماند باتون. يعني معنى كده ان كل اداة من دول ليها اسمها وليها الوظيفة بتاعتها. يعني بص معايا كده زي ما انت شايف، اول اداة دي اللي هي اسمها البوينت، اللي بعدها اسمها بيكتشر بوكس، الاداة اللي بعدها اسمها تكست بوكس،
كوماند باتون. انا بقى مش هقعد اوصلك الادوات دي اسمعها لك، انا مش ده اللي يهمني، لان احنا بعد كده هناخدهم واحده واحده بالتفصيل. بس اللي عايز اقوله لك ان التول بوكس ده عليه مجموعه ادوات بتبقى جايه مع الفيجوال بيسك، وطبعا كل واحده ما ينفعش استغنى عن واحده منهم، لان كل واحده منهم ليها وظائفها. ده مش كده وبس، ده من ضمن الحاجات كمان ان انت ممكن تضيف اداه جديده. مش انا قلت لك من شويه ان الفيجوال بيسك من ضمن امكانياتها ان انا اجيب ادوات اخرى غير اللي موجود فيها؟ وده ازاي؟ بص ركز في انا مش هقول لك على مش هقول لك على حاجه اسمها الكومبوننتس. بتيجي منين؟ لو انت وقفت على التول بوكس ده وعملت رايت كليك، ضغطت المفتاح اليمين بتاع الماوس وعملت رايت كليك واخترت كلمه كومبوننتس دي، شوف ايه اللي هيحصل. ايه اللي ظهر ده؟ اللي ظهر ده دايلوج بوكس متخصص او مسؤول عن الكومبوننتس الاضافيه. خلي بالك من الجزئيه دي. يعني احنا من شويه كان قدامنا كان قدامي التول بوكس، تمام، جيت وقفت عليه بالماوس كده ورحت عامل رايت كليك، ظهرت لي الاختيار اللي اسمه كومبوننتس. لما ضغطت على الكومبوننتس ده انا عايز اقول له او عايز اقول للبيئه بتاعت الفيجوال بيسك ان انا عايز اجيب كنترولز تانية، عايز اجيب ادوات تانية غير اللي عندك. راحت هي فتحت لي صندوق كبير كده اللي فيه كل التولز الموجوده. خلي بالك التولز مش اللي ظاهره قدامك دي بس، ده انت لو ضغطت سكرول داون هنا او ضغطت على السهم اللي فوق هنا هيظهر لك بقيه التولز. تمام. هنا مثلا في المثال اللي قدامي ده وقفت على اوبجكت اسمه او على اداه من ضمن الادوات اسمها مايكروسوفت كالندر كنترول. مايكروسوفت كالندر كنترول ده اوبجكت، دي اداه اضافيه عايز ازودها. بعد ما بختارها بروح ضاغط على اوكي. شوف ايه اللي هيحصل. ظهرت فين؟ على التول بوكس، مع ان دي ما كانتش موجوده. تعالى نراجع كده، بص تاني، بص كده، ما كانتش موجوده. لما ضغطت كومبوننتس وعملت كليك جالي الدايركت بوكس ده. لما اخترت الكالندر كنترول 8 دي ظهرت لي فين؟ على التول بوكس. يبقى معنى كده ان من ضمن، خلي بالك انا لحد اللحظه دي لسه ما بشرحش، ما شرحتش اقصد تفاصيل كل ده، انا بعرفك ايه هو التول بوكس. اتفقنا ان هو عباره عن مجموعه من الادوات بتبقى جايه مع الفيجوال بيسك، ومن حقك ان انت تضيف ادوات اخرى زي الكالندر. تعالى بقى بعد كده بص معايا في اوبجكت تاني او اداه تانية اسمها اللي هي البروبرت ويندو، اللي هي شاشه الخصائص. ايه هي شاشه الخصائص دي؟ شاشه الخصائص دي اللي بظبط بيها الادوات اللي موجوده كلها. ازاي؟ بص معايا كده، هنا دي فورمه، فورم 1، الفورمه اللي وريتها لك وشرحتها لك من شويه. لو بصيت فوق على العنوان بتاع فورم 1 هنا مكتوب كلمه مكتوب فورم 1. ليه؟ لان لو جبنا شاشه الخصائص في عندي فيها خاصيه اسمها كابشن مظبوطه على كلمه فورم 1. خلي بالك شاشه الخصائص دي تلاحظ انها بتظبط مين دلوقتي او بتاثر على الاوبجكت اللي اسمه اللي اسمه فورم 1. يعني خلي بالك شاشه الخصائص دي انا بظبط بيها كل حاجه في فورم 1 وغير فورم 1. تمام. زي زي صندوق النص اللي هو التكست بوكس، زي الليبل، زي الكوماند باتون. كل الاوبجكتس او الادوات اللي انا بستعملها في الفيجوال بيزك بالكامل بظبطها او بعمل السيتنج بتاعها من خلال شاشه الخصائص دي. على سبيل المثال فورم 1 اللي قدامنا ده، بص الكابشن بتاعته هنا كلمه فورم 1. لما جيت هنا في خاصيه الكابشن مكتوب فورم 1، رحت جاي عامل دبل كليك بالماوس وكتبت عليها كلمه AGC. يعني انا غيرت الخاصيه اللي اسمها الكابشن بالنسبه للاداه اللي اسمها فورم 1. بص ايه اللي حصل. اتغيرت هي كمان، بقت اسمها AGC. خلي بالك انا مش هدفي في المثال ده ان انا اشرح لك خاصيه الكابشن، لا، انا هدفي في المثال ده ان انا افهمك ايه هي البروبرت ويندو او ايه هي شاشه الخصائص. طيب نمسك اوبجكت تاني اللي هو بروجكت اكسبلورر. ايه هو البروجكت اكسبلورر؟ بص مفيش برنامج هتعمله هيبقى فورمه واحده. يعني مش مفيش بالظبط، بس في اغلبيه البروجكتس اللي بتقابلنا في السوق ما بتبقاش فورمه واحده. يعني ايه ما بتبقاش فورمه واحده؟
انت تلاحظ انا شغال في كل الشرح اللي شرحته لك ده على فورمه واحده بس. انت بتلاقي ان اي برنامج هتعمله فور بيزنس يعني هتلاقي 5 فورم، 10 فورم، 20 فورم، 30 فورم، 100 فورم. ولذلك انا لو عايز اعمل براوسنج او اتجول بين الفورمز او عايز اضيف فورمه ازود فورمه، ما هو المشروع قدامي زي ما انت شايف كده ما فيهوش غير ايه؟ فورمه واحده. لو انا عايز ازود فورمه او اتجول بين الفورمز او احذف فورمه، كل ده من خلال البروجكت ايه؟ اكسبلورر. بص معايا كده، هنا انا عندي دي فورم 1 مفيش غيرها، ولذلك البروجكت اكسبلورر مفيش قدامي غير ايه؟ مش مكتوب قدامي غير فورم 1. بص لو عملت رايت كليك، يعني انا لو وقفت بالماوس كده على فورم 1 ورحت عامل رايت كليك، ايه اللي هيحصل؟ هتطلع لك الويندو دي. متخيلينها؟ يعني لو انا وقفت تاني، لو انا وقفت كده على الفورم ورحت عامل رايت كليك هتظهر لك ايه؟ الويندو الصغيره دي. يعني دي تعتبر قائمه فرعيه من القائمه بتاعه بروجكت اكسبلورر او من ايه؟ من فورم 1. يعني انت لو وقفت على اي فورمه وعملت رايت كليك هتطلع لك دي. لو جيت وقفت هنا وعملت عملت كليك على كلمه اد يعني ايه؟ اد يعني اضافه. بص لما اعمل كليك ايه اللي هيحصل؟ ظهرت لي فورمه غيرها. تمام. وطبعا انا هنا بوريها لك بالصور، انا لسه هخش على الفيجوال بيزك بعد شويه وهوري لك الكلام ده لايف ازاي. يعني شوف اللي حصل، وقفت على الفورم 1 عملت رايت كليك جات لي القايمه دي اللي هي رقم 2. تمام. ضغطت على اد طلعت لي القايمه رقم كام؟ 3. اد يعني اضافه. طب اضافه مين؟ اضافه كل الاوبجكتس اللي قدامك دي. ممكن اضيف حاجه اسمها فورم، ام دي اي فورم، موديول، كلاس، يوزر، كنترول، بروبرتي بيج. يعني كل اللي قدامك ده اوبجكتس ممكن اضيفها. انا دلوقتي عايز اضيف مين؟ عايز اضيف الفورم، اضيف فورمه تانية، لان المشروع بتاعي ما فيهوش غير ايه؟ فورمه واحده. فانا عايز اجيب كمان فورمه يبقى فيه فورمتين. بص ايه اللي حصل لما عملت كليك على اد فورم، ايه اللي ظهر؟ اصبح عندي في كام فورمه دلوقتي؟ 2. دي فورم 1 ودي فورم 2. تمام. لو عايز بقى يعني انت تلاحظ من البروجكت اكسبلورر ده، من خلال البروجكت اكسبلورر ده انا قدرت اجي على الفورم اللي موجوده واضيف كمان ايه؟ فورمه. طيب بص كمان ممكن يحصل ايه هنا لما عملت دبل كليك على فورم 2 ظهرت. خلي بالك. طب لو انا وقفت على فورم 1 هيبقى هي دي اللي سيلكتد، يعني الفورمه اللي انا ممكن اقف عليها دي اقدر يا اظهرها يا اما اعمل فيها ايه؟ حذف. يعني ايه الكلام ده؟ من البروجكت اكسبلورر منه تقدر تضيف فورمه، تقدر تاكتف فورمه اظهرها بحيث اتعامل معاها، يعني لان انا لو عملت دبل كليك على فورم 1 الاقي دي اللي هتبان، لو عملت دبل كليك على فورم 2 هلاقي دي اللي هتبان. ولذلك في حاجه انا ممكن اقف على الفورمه واعمل رايت كليك. بص اللي هيحصل لو وقفت على كلمه فورم 2 دي ورحت عامل رايت كليك، بص ايه اللي حصل؟ طلعت لي قايمه تانية منها وبرده فيها مجموعه اوامر، بس اهمهم عندي مين بقى؟ ده ريموف فورم. ريموف فورم ده هيعمل ايه؟ لو عملت كليك على ريموف فورم هترجع كده تاني. اوبس. يعني انت تلاحظ ان فورم 1 كان المشروع بتاعي فيه فورم 1 وفورم 2، لما وقفت على فورم 2 وعملت رايت كليك واخترت ريموف اتحذفت. بص تاني كده اهي، نعيدها تاني. انا كان عندي فورم 1 وفورم 2، وقفت على فورم 2 زي ما انت شايف كده ورحت عامل رايت كليك طلعت لي القايمه دي. ما اخترتش اد. انا لو اخترت اد دي يبقى انا هضيف فورمه ثالثه، لا ده انا اخترت مين بقى؟ ريموف. فلما اخترت ريموف وعملت كليك ايه اللي حصل؟ فورم 2 اتحذفت وما بقاش عندي غير مين؟ فورم 1. يبقى احنا كده فهمنا ايه هو البروجكت اكسبلورر. معلش هعمل وقفه كده ومراجعه سريعه بسرعه. يبقى احنا اتفقنا ان الفورم هو ده اللي بيتحط عليه الادوات بتاعه البرنامج كله، زي صندوق النص اللي هو التكست بوكس والكوماند باتون. قلنا ان التول بوكس ده بيبقى عليه ادوات كتير جدا، ومش كده وبس، ده انا ممكن من الاختيار اللي اسمه كومبوننت اقدر ازود ادوات تانية خارجيه. وقلنا ان الادوات الخارجيه دي مش شرط تكون موجوده
في الفيجوال بيسك بس، لا ده انا ممكن اجيبها من على الانترنت، ممكن اجيبها من اي برنامج تاني، ممكن انا اصنعها بنفسي. تمام. دخلنا بعد كده على الاوبجكت اللي اسمه بروجكت البروبرتي ويندو اللي هي شاشه الخصائص، وقلنا ان شاشه الخصائص دي بتظبط لي كل الاوبجكتس الموجوده في البرنامج بتاعي، سواء كان الفورم او الادوات اللي محطوطه على الفورم. جينا اخر نقطه اتكلمنا فيها عن البروجكت اكسبلورر، وقلنا ان بروجكت اكسبلورر ده منه بقدر ازود فورمز، واقدر اعمل ديليت لفورمز، واقدر اعمل براوسنج بين الفورمز. بعد كده عفوا اقدر ادخل على الفيجوال بيسك واتعامل مع كل اوبجكت او كل تول من التولز الموجوده دي براحتي. ننتقل بقى للجزئيه التاليه.